طول ما انا ماشي في البلد دي كل شبر فيها بيكشف لي ان احنا لسه ما نعرفش اي حاجه، اقسم بالله. حقيقة فعلا يا جماعة. ده معبد خونم أو معبد إسنا. المعبد ده تحفه. يعني بطلمي فرعوني، بطلمي روماني اسف. ومحمد علي كان بيستغل المعبد ده، تخيل ان هو كان بيعمله مخزن للغلال والبارود طبعا اول حاجه احنا مدينه إسنا المعبد اللي فيها ده بطلمي روماني، جزء منه بطلمي والصاله دي كلها رومانيه، مبني على انقاض معبد من الدوله الحديثه، ووجد بعض الاثار تدل على الدوله الوسطى. معبد إسنا معمول لاثنين من الآلهة، الاله العام او الشامل اللي هو المعبود خنوم اللي هو بيمثل جسم انسان وراس كبش، وشريكة معاه في المعبد المعبودة نيت وهي بالشكل الإنثوي، وبتبقى من علاماتها إن ماسكة القوس والسهم في إيديها. انا مش لاقي حاجه اوصفها عن جمال المعبد ده، جمال الالوان اللي موجوده جوه والنقوش. يعني فكره ان كل سنتي اصلا جوه فيه نقش وفيه حاجه، كل حاجه ليها معنى. فكره السقف اللي عليه الرسومات بتاعه الابراج السماويه وبتاعه ال 14 قمر، كل حاجه جوه هنا تحفه. معبد خنوم في إسنا، لازم تيجوا إسنا يا جماعه. إسنا انا مش عارف ازاي مفيش ناس كتير تعرفها على الخريطة السياحية، هي بين أسوان والأقصر. يعني أنا شايف إن إحنا بعد كده بدل ما نقول الأقصر وأسوان نقول الأقصر إسنا أسوان، ده لازم يحصل. بعد كده المعبد أو الصالة اللي احنا فيها دي مرفوعة على 24 عمود، كل عمود عليه نقوش وتلاوات بتمثل الأعياد بتاعت الخلوق المعبد ومنازل تقديم قرابين. كل تاج عمود يختلف عن التاج الثاني. الأشكال الخرافية، عندي رحلة القمر اللي هي ال 14 يوم اهي، وهنا عين الحورس أو عين الوجات دي عين را. التاج ده كل ما بلف اكتر في البلد دي بكتشف ان في حاجات كتير قوي انا لسه ما نعرفش عنها حاجه. اول مره اجي معبد إسنا يا جماعه، المعبد غريب، انا ما اعرفش ازاي إسنا. يعني دايما بنيجي الاقصر واسوان وما نعديش على إسنا. معبد زي ده، المعبد اتبنى في العصر اليوناني الروماني، وفي طبعا يعني حاجات كتير. من اهم الحاجات اللي موجوده هنا في السقف، انا السقف هنا عايز اوريه لكم. فكرة الأبراج السماوية اللي موجودة هنا في كل حتة، موجود وصف دقيق جدا والتفاصيل كلها للأبراج السماوية، حاجة ملهاش وصف. سورة تراجان اللي بنى حصن بابليون موجود هنا. الأعمدة فيها ألوان، كل الأعمدة مفيش عمود شبه التاني، وكل عمود الراس بتاعته أو القمه بتاعته مختلفه. انا مش عارف اتكلم من العظمه بتاعت المكان اللي انا فيه. هنا صور للاباطره، الامبراطور ومراته وولاده الاثنين وراه، وقدامهم الاله خنوم والثالوث بتاع الالهه. يا اخي الفكر المصري القديم او الفكر الفرعوني فضل مؤثر في العصور القديمه كلها، لغايه حتى في العصر اليوناني الروماني فضل مؤثر عليهم، لدرجه ان هو يجي يعمل معبد زي ده بالعظمه دي بنفس مسميات المعبودات المصريه القديمه، وعليها ذكر كل حاجه ليها علاقه بالفن المصري القديم او بالديانه المصريه القديمه. عايز اوريكم السقف عامل ازاي.
المعبد هنا كله من الألف للياء، مفيش مكان فيه مش منقوش. نقول أوتو كرار تور تيتوس قيصرس، فده المعبود تيتو، الملك تيتوس. هنا على السقف كان الاكتشاف الثاني، فكره ال 14 قمر والدرجات بتاعت القمر. ان القمر بيبدا صغير، بعدين يكبر 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 لغايه ما يوصل لنص الشهر فيكبر كامل. موجوده هنا على سقف معبد إسنا هنلاقيها. الدايره دي هي القمر، وفي عين جوه الدايره. العين دي هتلاقيها بتكبر واحده واحده لغايه ما توصل في النهايه خالص وبتكبر هنا. معناه كده ان القمر كبر، وده اليوم ال 14. ومن هنا جت فكره قمر 14. بجد مش عارف اتكلم على ايه ولا ايه في المعبد ده. معبد خنوم الموجود في إسنا يبين لنا ازاي المصريين القدماء اهتموا بكل تفصيله في حياتهم. يعني السقف هنا مليان رسومات لكل حاجه، هتلاقي رسومات للابراج الفلكيه اللي هي حاجه صعبه، شكل الفلك، شكل العقرب، شكل السماء. هتلاقي رسومات طقوس للملوك موجوده على جدران المعبد. هتلاقي اسامي الملوك، هتلاقي كل حاجه موجوده هنا. السناج نفسه، السناج اللي هو كان التراب على مر السنين اتراكم فوق الالوان فعمل طبقه سودة كده. فدلوقتي المرممين بيشيلوا السناج ده طبعا بطرق كيميائيه، يعني كيميائيه، وعلشان يقدروا يشيلوا السناج ده ويخلوا او يرجعوا شكل الالوان تاني. الالوان لما بيرجعوها، لما اتكلمت مع الناس هنا بيقول لك كانها لسه معموله اول امبارح. وفعلا انا جوه المعبد شايف شكل الالوان تحفه. ازاي قدروا ان هم يحطوا الالوان دي ويستخدموها علشان تفضل لغايه النهارده موجوده. شكل الرسومات بتاعه الملوك، شكل الملك وهو لابس التاج المزدوج، وشكل الزوجات بتاعته، وشكل خنوم. بصراحه معبد إسنا، معبد خنوم الموجود في إسنا، من اهم المعابد اللي انا شايفها من وجهه نظري موجوده في مصر، اللي لازم الناس تيجي تشوفها. انت متخيل هنا؟ عايز اقول لك على حاجه، يعني ان المعبد اهو، دي الارضيه اللي كانت موجوده في العصر البطلمي، في العصر الفرعوني. شايف الارتفاع، كل الارتفاع اللي حوالينا ده، كل ده ما كانش موجود. يعني ده بعد كده بقى تراكم في العصور اللي بعد كده. إسنا مدينه مهمه جدا جدا جدا، مليانه اثار كتير، سواء كانت اثار اسلاميه او اثار فرعونيه او يوناني روماني، لازم تتحط على خريطه السياحه. يعني بعد كده لما نيجي نروح نقول الاقصر واسوان، نقول الاقصر، إسنا، اسوان، ما ننساش إسنا في النص. انا بعد كده لازم هاجي إسنا كتير جدا 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 جدا. تابعني في الرحله بتاعتي حوالين القرى والنجوع والمحافظات المصريه، عشان نبدا نستكشف ونعرف اصل الحضاره بتاعتنا، ونعرف كل تاريخنا والتقاليد والعادات بتاعتنا. كان معكم مصطفى إمري من إسنا بحييك، او لا احنا ما بنقولش كده، بنقول اهلا بيك من إسنا بحييك.